الملوخية الناشفة من حلاوتها هتعمليها كل يوم. أنا غادة عربي، دي قناتي قناة ستات في مصر. أهلا بيكم. معانا الملوخية الناشفة، هنجيب ربع معلقة صغيرة كربونات وما نكترش عن كده، وكم معلقة مية كده من الحنفية عادي. هنقلبهم كويس جدا عشان يدونا الشكل ده كده. وبعد كده هنعمل أحلى شوربة. هنجيب بصلاية وطماطمية نبشرهم كويس، نحط عليهم مكعبين فاين فودز وشوية فلفل أسود. نكون في الوقت ده حاطين مية مغلية على النار. هنبدأ نحط التتبيلة معانا ونحط نص معلقة صغيرة سكر. معانا اجمل شوربه. هنبدا بقى نحط الملوخيه الاول في الحله او في الطاسه زي ما يعجبك، وبعدين نبدا نضيف عليها الشوربه واحده واحده. الخطوه دي مهمه جدا، ان احنا كده بنظبط قوام الملوخيه عشان ما تبقاش معانا خفيفه. نحط الملوخيه وبعدين نحط عليها الشوربه ونظبطها، وبعدين نعمل احلى طشه. هنجيب توم مفروم وكزبره ناشفه ندقهم كويس في الهون. نجيب حبه سمنه كده حلوين ونقلب التوم والكزبره. اهم حاجه ما يغمقوش مننا، ياخدوا لون بامبل حلو كده، ونعمل احلى طشه. واتمنى الفيديو يكون